رحم الله شهداءنا وبارك في أهلهم وذويهم وحفظ بلدنا وأدام عزة ومنعتها. تستذكر الإمارات اليوم المناسبة التي تصادف 30 من نوفمبر من كل عام بطولات أبنائها البررة الذين بذلوا الغالي والنفيس في رفعة الوطن والذود عنه بإقدام وشجاعة، وقدموا أرواحهم في سبيله تجسيدا لمعاني الوفاء والامتنان لقيم التضحية والفداء وحب الوطن والولاء والالتفاف حول القيادة الرشيدة التي سخرت كل شيء لتبقى الإمارات عنوانا للتسامح والسلام والإنسانية. نعم عبير، وفي يوم الشهيد تقف الإمارات حكومة وشعبا وقفة تقدير وفخر وامتنان لتضحيات الأبطال الميامين الذين تخرجوا من مدرسة زايد الخير التي ظلت وستظل ناصرة للضعيف ومغيثة لكل ملهوف. يوم الشهيد يجسد تضحيات الشهداء البواسل الذين سطروا أروع الأمثلة للتضحية في تاريخنا الحديث، ورسموا بها مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة امتثالا للقيادة الرشيدة، واهبين حياتهم وأنفسهم الزكية للحق. وهذا اليوم يمثل فخرا لكل إماراتي على أرض الوطن. وللحديث عن أهمية هذه المناسبة الاستثنائية ودور الأبطال الذين قدموا حياتهم فداء لوطنهم، نستقبل معنا في الاستديو كلا من سيادة العميد ركن متقاعد سعيد الشحي، حياك الله. مرحبا. يا مرحبا. الله يحييك. وكذلك سيادة المتقدم متقاعد أحمد علي عبيد الحفيتي، أهلا بكم في مساء الإمارات. بداية خلوني أبدأ مع سعادة العميد ركن متقاعد سعيد الشحي، ومعنا كذلك عبر الزوم سيادتك ينضم لنا بداية سيادتك شو تقول في هذه المناسبة الاستثنائية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المناسبة عن يوم الشهيد تاريخ 30 نوفمبر هو أول شهيد إماراتي، أول شهيد إماراتي في هذا اليوم في دفاعه عن أرضه وعرضه الإمارات. فالشهادة الكل يتمناها، أكيد الكل يتمنى حسن الخاتمة. نعم. والكل بيموت، الصغير والكبير والطفل، ولكن موت عن موت يختلف. موت في سيارة حادث، موت في حريق، موت في غريق، موت مريض، موت في الآخر. ولكن الشهادة شرف، هذه هبة إلهية. نعم. هبة إلهية للإنسان اللي حب الله سبحانه وتعالى، أكرمه بالشهادة. فدائما نحن نقول اللهم حسن الخاتمة. نعم. فهذه الشهادة هي هدية من الخالق لهذا الإنسان، يفرح فيها الإنسان يحصل الشهادة. فالشهادة الكل يتمناها من الأمة العربية والإسلامية. أيام الرسول، أيام الصحابة، نعم، يتمنون الشهادة، يتمنون الشهادة فعلا. فناس يعزون، لكن الناس يفرحون في الشهيد. مثل ما احنا فرحنا في شهدائنا. أول فرح تلاحظوا أن كان سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يزورهم بيت بيت، صحيح، يزورهم يعني عائلة عائلة. يعني هي ليس مؤازرة، ولكن الكل يزعل يفقيد ابنه، لكن الفرحة تزيد على إيش؟ الشهادة. على الزعل. نعم. وهذا لاحظناه أثناء زيارتنا لبعض الشهداء. حصل أسرة فرحانة، صح، عندهم هدية، الله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذه الهدية. فقد أحد أولادهم في الميدان، لأن الشهيد هو يعني الشهيد ليس بميت، الشهيد هو حي عند رب العالمين. نعم، الشهداء أحياء، بل أحياء عند ربهم أحياء عند يرزقون، الله نفس ما يرزقون. ذكرت سيادتك. هذه الله سبحانه وتعالى أكرمه فيها. نعم الحمد لله، هذه إكرامية إلهية. الحمد لله. الله سبحانه وتعالى أكرمه بأشياء كثيرة بالشهيد. فالشهيد من هو؟ من هو لكل عاقل، لكل عاقل، لكل إنسان عنده ولاء لوطنه، لقيادته ولشعبه. فهذا الشيء يعني الشهادة هي هبة، أنا أعتبرها هبة
هبة إلهية. أكيد فعلا. نعم. فعلا. طيب، ذكرى فيها تمتزج المشاعر نفس ما نعم. ذكروا ضيوفنا كذلك، أن الشهيد يعني رمز للعزة وللشرف وللتضحية، وكذلك هدية من المولى سبحانه وتعالى أنه يتخذ من بعض الناس شهداء، وتكريم أكيد للوطن اللي يتخذ منهم هؤلاء الشهداء. صحيح. يعني عبير هاي القيم اليوم نستذكرها ونستحضرها أكيد. فعلا قيم خالدة. خلنا ننتقل لسيادة العميد سعيد الشحي. أكيد الإمارات تستذكر دائما هذا اليوم على مدار العام، هذه البطولات، بطولات شهدائنا الأبرار. كيف تصف هذا الاحتفاء بشهداء الوطن؟ طبعا شهداء الوطن هذا شيء عظيم لأبناء الإمارات أو الأسر الإماراتية من فقدت شهيد. هذه عندها صار معها نوع من العز، نوع من الفخر، أني أنا عندي شهيد. وهذا الشهيد مثل ما قلت قبل هو اختاره الله سبحانه وتعالى، وأنا أعتبره هبة إلهية لهذه الأسرة. تفخر الأسرة أن معها شهيد، أن الله سبحانه وتعالى اختار ابنهم. صحيح. لهذا لأنه هو بينفعهم، بيشفع لهم في الآخرة، بينفعهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. لأن حتى عندهم رصيد. أهل الشهداء لو لاحظت معاي، أخت الشهيد، أخ الشهيد، أبو نعم. الشهيد، هم عندهم رصيد فعلا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، عندهم رصيد. نعم. رصيدهم هذا الشهيد. فعلا. فهذه الشهادة وسام هي أنا أعتبرها مثل ما قلت أول هي هبة إلهية. نعم. والكل يتمناها، صحيح. فعلا. كل عاقل يتمناها الشهادة. صح. يعني هذه الناس عليها تتنافس، ونحن حصلنا أيضا بعض العسكر يتنافسون لنيل الشهادة. ليش؟ لأن عنده ولاء صحيح. وطني. فالولاء الوطني هو اللي يحرك الإنسان هذا. فعلا هو الدافع والمحرك سيادتك. الولاء الوطني. نعم. أن عندك ولاء عندك كل حاجة. فعلا. تقرير مهم جدا مشاهدينا وضيوفنا كذلك عن دور القوات المسلحة اليوم في دعم هذا الوطن وترسيخ قواعده الثابتة. سيادتك حدثني بحكم خبرتك الطويلة في هذا المجال، شو تأثير خلينا نقول الخدمة العسكرية على هذه البنية العامة والكبرى للوطن؟ طول أمرك، القوات المسلحة لا تنشق عن المواطن العادي. نعم. مكملين بعضهم بعض. العسكري هو مواطن، معناته العسكري والمواطن هم لحمة واحدة، كتلة واحدة. نعم. وأنا أذكر عام تحرير الكويت انزعجنا كثير من السيدات باتصالات مستمرة، نريد نروح نشارك على الأقل طباخين، نروح نشارك ولو طباخات، نروح نشتغل في عند العسكر ولو طباخين أو نغسل ملابس. عجيب. فقلنا لهم أنتم ارتاحوا وإن شاء الله ما نحتاجكم. يعني أكثر من مرة، يعني أنا يعني يتصلن بعض السيدات يقول نحن نروح الكويت مع العسكر نغسل ملابسهم أو نطبخ لهم. يعني حب المشاركة يعني خطر، في تكاتف. فعلا في تكاتف يعني بين العسكري وبين المواطن. نعم. المواطن هو العسكري هو مواطن. صحيح. ف لاحظت لما تزرع الولاء في المواطن، في العسكري او المواطن، تحصل هذا العسكري وهذا الانسان عنده ولاء مطلق. الولاء هذا شو يطلع منه؟ يطلع منه الشجاعه، تطلع منه الرجوله، تطلع منه كذا كذا كذا. صحيح. من وين؟ من الولاء. فعلا. زرع الولاء وترك الباقي. صح. تاخذ القيم كلها. الولاء الوحيد هو إخلاص. كل شيء يحله. سبحان الله. صحيح. وتلاحظ مثلا
جيوش قويه ودول صغيره، ولكن هاي الجيوش الشعب الصغير عنده ولاء لارضه، لقيادته، لعرضه. هزم جيوش اكبر، مش اكبر، يعني جيوش لا تقاس، فعلا. وهي مجموعه صغيره كذا. يعني ما أقدر اذكر التاريخ، هو يبلغنا التاريخ، يخبرنا شو صار في الماضي. صحيح. يعني مجموعات صغيره هزمت جيوش كبيره. بس بفضل الولاء أكيد. فالولاء، فعلا الولاء هو الاهم من كل حاجه. فعلا الولاء. فنحن نزرع في ابنائنا الولاء لارضه وقيادته. نقول ارضك هي امك، ارضك هي امك، اكلت منها، صح. شربت منها. والقائد هو ابوك، هاي اثنين والديك، الدفاع عنهم واجب مقدس. صحيح فعلا صدق. واجب مقدس. فعلا. الدفاع عن والديك واجب مقدس. معناتها الارض هي امك والقائد هو ابوك. فحطها اثنين معك في امام عينك، هذا واجب مقدس، تدافع عنهم وتقول له حاضر. فعلا. يعني هاي يعني المعاني الولاء من اهم القيم نفس ما ذكر سيادته ان وانسى الولاء كلمه هذا الشجاع. الشجاع، انا مره شفت مقطع بسيط، يعني دجاجه معها فراخ، جاها صقر هاجم على الفراخ، هي يعني دافعت بشراسه يعني عن اطفالها وهزمت صقر، يعني صقر اقوى عنها، وهي دجاجه، لكن ولاها لاولادها خلاها تصير، صارت شرسه. فعلا. فابن الامارات وابن الخليج عامه، فعلا. ابن الامارات وابن الخليج صحيح. عامه والجزيره العربيه، فعلا. هذول هم ابناء الصحابه، صحيح. وضحت الصورة. يفرحون بالشهاده قبل كل شيء. نعم. صحيح. فعندنا الولاء شيء مقدس. فعلا سيادتك، يعني الولاء شيء مقدس نفس ما ذكر انسى سيادة انسى عبير. الامور الاكاديميه الثانيه. فعلا. انسى الامور الاكاديميه، يعني في كثير اكاديميه شجاع ما اعرف. صح، لا لا انسى، خذ الولاء، ازرع الولاء راح تحصد باقي القيم. وارتاح. فعلا. هي وضحت القيمة الصورة. المثلى او الاولى فعلا. خلينا نقول. فعلا شاب. العميد ركن متقاعد سعيد الشحي، شكرا لوجودك ويانا في مساء الامارات، وايضا نشكر